قلت لي بقى وديت هشام فين وسلمته لمين بالظبط؟ ما تتكلم ياض، الكلاب دي بقى لها 3 ايام ما كلتش. انت بس يا ابني بخاف من الكلاب. خلاص رحيم بيه، خلاص هقول خلاص. الفيلا اللي فيها هشام دي اكيد هتبقى مترشقه رجاله وسلاح. خلينا نبص عليها بصه الاول وبعدين نتكلم. مش عبودة الدواخلي اللي يتعلم عليه في حتته. عليا الحرام ما حد معدي ولا متحرك الا لما اخد فلوسي منكم انتوا الاتنين. عمر ما يامرش عليك ظالم. يا لهوي يا حلمي، في ايه ده؟ في ايه يا بنتي؟ انا عارفه في ايه يا رحيم؟ في ايه يا ابني؟ مفيش حاجه يا حاج. مفيش حاجه ازاي؟ هتسكت مراتك يا حلمي. حنان ما اسمعش صوتك. هات من الاخر يا عبود. ال50,000 جنيه فلوسي اللي كلهم صاحبك عليا. هو انا مش قلت لك يعوض عليك ربنا؟ بس لو عايز تسترزق عندي ليك شغلانه هتكسبك اكتر من كده بكتير. شغلانتي ما تبص لنفسك، ده انت طالع من السجن مش لاقي اللضا. مالكش فيه بقى. عايز تسترزق انت والرجاله اللي معاك دي ولا لا؟ انجز، فلوسي فين؟ عبوده لو جاي وناوي تعلم وتمشي ما انصحكش، علشان رحيم لو عظم في قفه ما بيسيبش حد. وهقولها لك تاني، لو سلاحك ده اترفع عليا موتني، علشان لو ما متش هزعلك قوي. انت بتهددني؟ لا انا بس بفطمك، علشان ساعتها مش هيكون لك حق عندي ومات الكلام. يا حاج بدر. ايوه. هات الامانه اللي عندك في الدولاب. امانة ايه؟ مالك قلقان ليه؟ ده انت اللي معاك السلاح. رحيم خد. امسك. ايه ده؟ ده العربون. ودول علشان الرجاله، علشان مش رحيم السيوفي اللي تيجي لحد عنده رجاله وتمشي من غير ما يتعمل معاها احلى واجب. خد ياد امسك. على فكره دي انت ما تربيتش، انت ما عرفتش تربي رجالتك يا عبوده. مش تستاذن ياد معلمك الاول؟ اذن لهم بقى، خلي الرجاله تتحايل. مد ايدك يا طب بتهزر يا احمد؟ في حاجة يا فندم؟ المشكلة ان مفيش حاجة. ملف رحيم من ساعة ما خرج وهو مفيهوش حاجة. وختم بالقوة اللي خدتها ونزلت. ايه لازمة القوة امال؟ ما احنا يا فندم بدأنا. احمد، مش انا اللي تقدم لي ملف زي ده. قول انك رحت بعد الحكاية ما خلصت زي اللي حصل في بولاق. يا فندم انا عارف وفاهم. رحيم تقيل عليك مش كده؟ تحب اشوف لك حد يشيل معاك؟ اللي تشوفه سعادتك. اتفضل. لميا؟ لميا الاسيستنت بتاعتك. مستحيل لميا، مستحيل تعمل كده. دي دراع اليمين في كل حاجه واقرب واحده ليا. امال بس الفلوس ما خلتش حد من غير تمن. مستحيل، برضه مستحيل. طب سيبينا من العلاقات الشخصية وخلينا نفكر بالعقل شوية. انت ما ظنيتيش مرة او شكيتي فيها طمع يعني او حاجة كده او كده؟ حتى لو مش هي. يا داليا افهمي، اللي حاطلك الحاجه في اوضتك ده حد موثوق فيه ومتعود يدخل اوضتك عادي يعني. مين طيب اللي متعود يخش اوضتك غير لاميا؟ لا، في كتير ممكن يدخلوا اوضتي. الاوفيس بوي مثلا، ده غير الطلبه اللي بيجولي من الكليه كل يوم واللي بيتدربوا بتوع الورش والكورسات. اوه يا دودي، انت كده بتقولي مستحيل نوصل للي حاطلك المخدرات في اوضتك. كل اللي دخلوا اوضتك الاسبوع اللي فات اتحقق معاهم ما عدا لميا. ده معناه ايه؟ ها؟
عايز كل حاجة ترجع لمكانها. اخواتي، اصحابي، رجالتي. وعلشان كل حاجة ترجع زي ما كانت، كل حاجة لازم تتعمل صح. علشان يوم ما رحيم السوفي هيضرب، الكل هيقع. بقول لك يا الشبح، تعرف ارض ابو قلبه؟ ابو علبة قال لك فين يلا؟ ما يعرفش ابو قلبه. يلا يا حلمي. مفيش غير الممر ده. خد بالك رحيم. خليها على الله. رحيم، رحيم، نورت يا رحيم بيه. ما تتهورش يا رحيم بيه، اخوك في ايدي. رحيم، هشام، هشام، رحيم، هشام، هشام. هشام، هشام، الحمد لله على سلامتك يا هشام. الحمد لله على سلامة اخوك، بس خلي بالك من سلامة الباقي. الحمد لله على السلامة. كل ده في الطريق؟ طلقتي ليه؟ ليه؟ عندك عريس ليا؟ انا لو عندي عريس هتجوز واحده زيك. عماد، دي تاني مرة تغلط فيا، المرة الجاية أنا مش هسكت لك. المره الجايه بعد دقيقتين الحقي فكري بقى هتعملي ايه لما اغلط فيكي.
انت تعرفني بقالك سنين يا عماد. هي دي اول مره يعني تطلق فيها؟ التوقيت مش عاجبني. خلاص يا حبيبي، المره الجايه ان شاء الله هبقى اخد رايك قبل ما تطلق. ردودك مش عجباني. عاوزك تقول ردود تعجبني. هتعرفي ولا اوريكي افعال ما تعجبكيش؟ عماد انت في شركتي على فكره. ده رد كويس، على الاقل خلاني اضحك. شركتي. عماد احنا مصلحتنا واحده، ما تيجي نتكلم بصراحه كده. انا عارفه كويس قوي ان انت عايز داليا، وانا مش عايزاها الرحيم. يعني انا من مصلحتي انكم تتجوزوا، مش اني احبسها، صح؟ اللحظة اللي هعرف فيها انك انا مش فاهم ليه لغايه دلوقتي ما جوش عملوا معانا الواجب. مستعجل قوي يا اخويا. ربنا يهديهم علينا. بس انا برضه لغايه دلوقتي مش فاهم هم ليه ما جوش عملوا معانا الواجب. الله، في ايه يا حلمي؟ اقعد انت انبر فيها كده لغايه ما نلاقيهم فوق دماغنا. يا جدعان انا لسه كنت خارج من الحبس، هرجع تاني؟ انا مش فاهم انت ازاي كنت ممسوك كل الفتره دي كلها وما عرفتش تلقط لنا كلمه ولا حتى اسم نفهم منه اي حاجه. القط ايه؟ القط ايه؟ انا كنت متغمي طول الوقت وقاعد في اوضه متر في متر باكل طقه واحده. عايزني بقى ازاي اركز في كل اللي حواليا؟ وبعدين يعني انا كنت فاكر الموضوع ده يخصني انا، يعني بره عنك انت. انا اساسا ما اعرفش ان انت خرجت غير يوميها. انا اقول يا رحيم، فاكر اخر مره انا اتحبست فيها هنا؟ انت جيت عشان تخرجني وكان معاك يوميها راجل كبار قوي. الراجل ده راح فين؟ احنا في ايه ولا في ايه يا حلمي؟ اصل انا افتكرت الموضوع ده دلوقتي. الراجل ده كان اسمه ايه؟ ما تسك بقى على سيره الناس الزباله دي. يوه. طب وبعدين طيب؟ هتقطم بقى يالا. هيبان، كله هيبان. ما هم اكيد مش مخرجيني عشان يحبسوني هنا. ايه ده؟ هو انت مش خرجت عشان خلصت مدتك؟ انا القضيه الوحيده اللي اتحكم عليها فيها كانت قضيه حيازات سلاح، وخدت فيها 5 سنين، والباقي بقى كان هدايا من عندهم على ذمه قواضي تانية. ليه بقى خرجوني دلوقتي رغم ان القواضي دي لسه شغاله وما اتحكمش فيها؟ يمكن عشان حوار 700 مليون؟ يمكن. هو ايه حوار ال 700 مليون ده؟ امال انت فاكر كنت مخطوف ليه؟ ده انت كلك على بعضك ما تسواش 3 ساغ. ايوه، طب ما انا عايز افهم. روح اقعد هناك. عم حلمي، نجيب سيجاره. دي اخر سيجاره معايا، وتشد لك نفسين. نفسين؟ خلاص وفرت. على الاقل قول لي اتفضل. مش بحب موضوع العزومات ده. متعود لما الاقي قدامي اكل عجباني بمد ايدي واكل. مفيش جعان بستنى عزومه. انا عارفك كويس. انبسطت قوي لما عرفت انكم حبايب من زمان. مين ده؟ راجع حساباتك. ده اللي سرق المصنع بتاعك سنة 2013. ده كان تشكيل. كانوا يسرقوا الحديد من المخازن عندي. هو ده بقى واحد منهم؟ طب وايه اللي جد؟ هو المفروض انه في السجن ولا طلع؟ خرج من الدنيا كلها. عقبالنا. التشكيل ده سرق المصنع بتاعك انت بس، ما سرقش مصنع تاني. وده ممكن يكون واحد من المنافسين بتوعك في السوق، او واحد ليه غرض انه يأذيك انت شخصيا. حضرتك من فترة رحت لخطيبتي وفتحت معاها مواضيع قديمة، وبعدها بشوية اتلفى لها قضية مخدرات. وديك اهو
كملي في مواضيع قديمه. في ايه بقى؟ احضر شنطتي ولا ايه؟ سعد اتقتل ومتورط في خطف هشام السيوفي اخو رحيم شريكك. رحيم عمره ما كان شريكي، هو مجرد معرفه قديمه. انت هادي قوي كده ليه؟ رحيم من يوم ما خرج من السجن والدنيا مقلوبه، كل الشركاء بتوعه كاشين. 26 مليار 148 مليون دولار. دي حجم الفلوس اللي طلعت من البلد في الفترة اللي الراجل الكبير قام فيها من على السرير ومضى خطاب التنحي. والمسؤول عن تهريب معظم الفلوس دي اللي انت قبضت عليه بنفسك علشان توقفوا نزيف الأموال. وإن شاء الله لما الظروف تتحسن هتحاولوا ترجعوها. برافو، مذاكر كويس. لا مذاكر ولا حاجة، كله موجود على جوجل بس اللي يدور. واحد زي ده بقى متخيل ان انا اخاف منه؟ النظام عايز حقه منه، والناس في الشارع عايزه حقها منه. يحل مشاكله الاول. يعني انت عارف سبب كل المشاكل اللي حصلت دي؟ عارف الفار اللي مربوط في ديله كرة نار، كل ما يخاف يهرب منها ويجري تولع الدنيا اكتر. لا عارف يوقف الولعة ولا عارف يهرب منها. ده رحيم. مش خايف النار دي طولك؟ مع ان رحيم بيجري في نفس سكتك. طول ما رحيم بيجري انا مطمن. اللي خاوف اللحظة اللي هيوقف فيها وياخد نفسه، علشان لا انا ولا انت هنقدر نقف قصاده. انت فاكر ان احنا خايفين من رحيم؟ ده سؤال تسأله للقيادات بتاعتك. مين اللي ورا سعد؟ هو هشام اتخطف ليه؟ انا جاي لك عشان اوفر عليك مشوار النيابه. هشام اتخطف ليه؟ على فكره انت لو مش عارف قول انك مش عارف، عادي يعني مش حاجه. انت مش عايز تساعدنا ليه؟ عشان اجابات اسئلتك مش هتساعدني. احضر شنطتي؟ ليك عندنا هدوم كفايه، بس حسب اختيارك انت بقى، ابيض ولا ازرق؟ المهم مبقاش احمر. انت ونصيبك بقى. هربت ليه من المراقبه اللي كانت عليك؟ مراقبة؟ أنا أول مرة أعرف إن عليا مراقبة يا باشا. بعدين يعني المؤاخذة لو هم بيراقبوني ومش عارفين يراقبوني تبقى المشكلة عندهم هم مش عندنا. ما هي أقوى واحد كنت أتخيل إن أشوفه هنا. جراية رحيم بيه، أنت نسيت أنا مين ولا إيه؟ أنا سامع عوض. هو في حد غيري يقدر يدخل هنا ويقابل اللي هو عايزه؟ الشيطان. اعتبرها مجاملة. طب وأنت عرفت مكاني إزاي؟ ده أنا نفسي معرفش أنا فين. يسأل أنا، ما أنا أصحابي كتير وأنت عارف، وبعدين أغلبهم أنت اللي معرفني بيهم. لا والله وطمر المعروف يا عم سامي. ما هو لو ما كانش المعروف طمر ما كنتش هبقى قاعد قدامك دلوقتي. المهم عايزين نقعد مع بعض ونتكلم، عشان في حاجات كتير قوي واصلاك غلط. أنت هتتكلم زي سيد ولا إيه؟ أهو سيد ده بقى هو اللي بلغني بخبر القبض عليك وقال لي أدور عليك وخرجك. يا راجل شوف إزاي. شفت بقى، شفت إن أنت واصل لك حاجات كتير غلط. المهم أنا جاي أبشرك بشرة حلوة قوي 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 يا سيدي البيه. يا سيدي البيه؟ انت قد الكلمة اللي انت بتقولها دي؟ أمال كنت عايزاني فيها يا أمينة؟ وحشتني يا رحيم. ما خرجتش عليا ليه اول ما جيت من السجن؟ بمناسبة ايه؟ هو مش حضرتك ست متجوزة برضه؟ كنت متجوزة يا رحيم، واتطلقت اول ما عرفت ان انت خرجت. دي ايه الصراحة دي؟
ما انت عارف يا رحيم، انت عارف ان انا معاك ببقى حاجة تانية. علشان كده بعتيلي خميس الونش عشان يقتلني؟ مش انا يا رحيم، السيد هو اللي اتفق معاه، ولو شفت خميس ابقى اسأله بنفسك مين اللي اتفق معاه. انا بس كنت حاضرة معاهم الاتفاق. دي مش صراحة وبس، دي بجاحة كمان. يعني كنت عارفة ان هو بعت ورايا عشان يقتلني وسبتيه؟ كنت عايزة اتأكد انك لسه رحيم بتاع زمان. انت مجنونة. انت قلت بنفسك ان رحيم عمره ما هيخرج من سجنه. ما انا قلت لكم ان الفلوس والشركات بقى سميكوا فعلا. لا بس في ورقه الضد اللي واخدها علينا. امال ما انا اكدت لكم انه عمره ما هيطلع من السجن، يعني ملوش لازمه. بس امينه عندها حق، احنا ليه نربط نفسنا بورق ممكن يضرنا في يوم من الايام؟ بالظبط، وانا قلت لك انك لو قلت لاي حد انه في ناس دخلوا وحرقوا المكتب في الهوجه بتاعه الثوره دي محدش هيعرف يكذبك. يا بنتي الايه، فينو قوي الفكره دي، انا موافق. توكل على الله يا متر. انا بس خايفه لا يكون في حد تاني مع نسخه تانيه من الورق. زي مين؟ داليا مثلا. مالكيش دعوه بداليا. افرض داليا. مالكيش دعوه بداليا. بعدين رحيم مش عبيط عشان يفرض ورق مهم زي ده في كل حته. امينة انا عارف كويس قوي انت عايزه ايه من داليا، وبحذرك داليا دي بتاعتي، واللي هيقرب لها مش هرحمه. صلوا على النبي يا جماعه، الموضوع بسيط. حلال عليك يا سيدي. بس حلمي مش هيسكت. طبعا. حلمي ده سيبوهولي. وليه ما قلتليش على كل اللي بيحصل لك ده من الاول؟ مش عارفة. مش عارفه ايه بالظبط؟ مش عارفة ليه كل ده حصل لي من أول ما أنت خرجت. داليا دي بتشكي فيا؟ احتمال كبير يكون كل اللي حصل لك ده بسببي، لكن اكيد مش انا اللي وراه. انت عارفه ان اكتر حاجه تهمني في الدنيا دي واني اشوفك مبسوطه وكويسه. بس أنا مش كويسة يا رحيم. علشان كده مش عايزك تفضلي هنا دقيقه واحده زياده. بقول ايه، مش كفايه كده عشان وقت جناب المأمور؟ قصدك ايه؟ بكره هتفهمي. يا رحيم بيه. يلا يا سيدي يلا. ايه يا عم انت ما تزقش كده، زقوك على نقاله يا بعيد. قومي يا خالتي من هنا عشان المكان ده يخصني. لا 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 لا، نهدى ونقول يدينا عشان جايلك مرسال ومعايا ليك رسالة وما تقلقيش. تاخدي سجارة؟ هتاخدي سجارة. رحيم بيه، انا عايزه اقول لك على حاجه. انا عايزه اشكرك على كل حاجه. دي ما كانتش غدوه بس. انا مش بتكلم على الاكل، انا بتكلم على اللي انت عملته معايا انا ورحيم الصغير. وربنا انا ما عارفه اقول لك ايه ولا اشكرك ازاي. انت فجاه كده حسستني ان انا ليا عيله واهل. الواحد لما بيحس ان هو مسنود بيكون عايش ومطمن وحاسس ان هو في امان، ودي حاجه كبيره قوي انت حسستني بيها. ربنا يخليك يا بسمة، انت بنت حلال وجدعه وطيبه، تسلمي كل خير. ربنا يكبر بخاطرك يا رب. صاحب صندوق قد الدنيا. طبعا اذن حضرتك. تمام يا كبير. مش عاوز نقطة دم. عيب يا كبير، دي شغلانتي. اعمل حسابك ان هبقى معاكم. ليه؟ ما ينفعش يا باشا، الموضوع خطير. ده شرطي.
وانا تحت امرك، وهو احسن برضك عشان تستلم على طول. ماشي يا مدهش، ادهشنا بقى. اتكلنا على الله. انت على الطريق يا ابني. انزل تشوف الباشا بيزعق ليه؟ خلي بالك. انت على الطريق يا ابني. اتحرك يلا، انت مع البيت. انت مع البيت. يلا امشي يلا اتحرك. يلا دانيال اركبي. انت مين يا عم انت؟ خلاص يا بنت اركبي. ما تقوليش يا بنت. اركبي. العربية دي مش تبعنا؟ مش تبعنا يا كبير، انت متفق مع حد تاني ولا ايه؟ طب اركب اركب. الله ينور زيكا. اي خدمه يا عم حلمي. انت كويسه؟ كويسه. كام يا شبح؟ 200 يا عم حلمي. 100 يا حلمي. ماشي يا عم حلمي. اي خدمه يا عم حلمي. تمام؟ تمام. لا لا لا، انا ماليش في شغل العوق ده، انا عاوزه الفلوس اللي اتفقت عليها. احنا مالنا يا عروسه؟ روح خديهم اللي اتفق معاكي. لا حول ولا قوه الا بالله. خلص يا حلمي. عشان خاطره هو بس. ها؟ سكت. وده ايه ده؟ ده ما يجيش حق الاكشيتيشن اللي هيكسيني بيهم. بقول لك ايه، انا عايزه اللحاليح اللي اتفقت عليها. يلا غوري يا بت، بدل ما روحت من غير ولا مليم. يلا. طب بالراحه طه، هات بس يا اسطى، يا جماعه ودايره ومصدق هنتقابل. السلام عليكم. يلا. شكرا. ايه ده؟ انا مش فاهمه حاجه. لما هنقعد افهمك. معلش المكان مش كويس، بس امان. على الاقل احسن من الحجز. هو انا هفضل هربانه لحد امتى؟ لحد ما نلاقي اللي عمل فيكي كده. انت تفتكر ان امينه ورا كل ده؟ لحد دلوقتي كل اللي انا شايفه بيقول كده. امينه اتطلقت اول ما انا خرجت من السجن، وفي نفس اليوم اللي زارتك فيه جه البوليس قبض عليكي. انا عارف امينه كويس، اكيد كانت جايه تشمت. هو ايه اللي يخليها تعمل كده؟ انت معايا بس عشان عارفه ان انا الوحيد دلوقتي اللي اقدر احميكي. انت بتظلمني بكلامك ده يا رحيم. أمينة. أيوة. عايز
عايزاني في ايه؟ ايوه يعني ليه؟ والموضوع المهم ده ما ينفعش يتقال في التليفون؟ اتقتلت؟ وطي صوتك، احنا في الشارع. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يرحمك يا أمينة. بس هي عرفت حكاية الورق ده ازاي؟ انت متأكد انك انت ما قلتلهاش اي حاجة ايام ما كنتوا بتشتغلوا مع بعض؟ مستحيل طبعا. تكونش هي اللي ورا حكاية الرسائل بتاعت 700 مليون دي؟ احتمال. طب انت فتشت الشركة كويس؟ الواد اللي كان في الشركة بتاع الأمن بعد الخناقة لما جريت وراه ما لحقتوش. رجعت فتشت الشركة حتة حتة ما لقيتش حاجة. واللي قتلها سرق الموبايل بتاعها. يبقى أكيد اللي قتلها مش عايزك توصل للورق. أو ممكن يكون هو اللي ورا حوار ال 700 مليون. أيوه بس هي خدت ليه الورق من أصله؟ هي ما قالتليش إنها خدت الورق. هي قالت لي إنها تعرف مكان الورق اللي أنا بدور عليه. يعني ممكن المعلومة تكون جات قدامها بالصدفة. أنا زهقت من كلمة احتمال وممكن دي. أنا عايز حاجة ملموسة أمشي وراها. أنا عايزك تهدى. إحنا لسه في أولها. وما تنساش إن اللي هددوني بخطف هشام مش هيسكتوا. بس الحمد لله محدش عمل حاجة لغاية دلوقتي. أهو ده بقى يخلينا نقلق أكتر. احنا نصفي النفوس ونستعيذ بالله من الشيطان اللي دخل بينا. هو احنا عمرنا اتلمينا اللمة الحلوة دي إلا لو كان الشيطان فيها. أو خلاص مات واندفن. تصدق عجبتني. يعني نعلق كل المصايب على شماعة اللي راحت وفي الآخر نحضن بعض ولا كأن في حاجة حصلت. ده ايه الحلاوة دي؟ لا 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 تاخذنيش يا رحيم، انا ماليش دعوه بالقصص السرقات دي، احنا اخوات. وانا قلت لك اخويا اللي هتطلبه مني هنفذه لك، حقك. طب وانت نفذت اللي طلبته منك؟ بجهزهم لك اخويا. بجهزهم لك اخويا؟ مالك بتهر كده؟ ما تجمد شويه، في ايه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يا جماعة احنا ملناش في الحاجات دي، احنا نقعد مع بعض ونتكلم. بتفكر في ايه؟ بيتهيألي دلوقتي بقى واضح جدا إن الشخص اللي كان بيكلمك في التليفون هو نفس الشخص اللي كان بيبعت لي رسائل. وزي ما كان ورا خطف هشام أخويا كان هو برضه اللي ورا حكاية شنطة المخدرات ومحاولة قتلك في الاسم. طيب تفتكر ده هيتغير بعد موت أمينة؟ على الأقل هنفهم. لو كانت أمينة ورا كل اللي بيحصل ده يبقى أكيد كل حاجة هتقف. أيوة بس ده مش هيظهر براءتي. علشان كده لازم نوصل للميا. انت ما تعرفيش بلدها فين؟ قرايبها؟ أي حاجة عنها؟ أيام الشغل كانت قالت لي كذا مرة إنها رايحة لناس قرايبها في السويس، بس بصراحة ما أعرفش فين. طب قولي لي كل اللي تعرفيه عنها وأنا هنزل أدور عليها بنفسي. أيوة بس أنا جاية معاك، مش هتسيبني لوحدي.
ابو ورده سيوفي. ماشي ماشي، انت ليك حق اكيد وهتاخده، بس احنا يعني من امتى بندخل النسوان في شغلنا؟ ماشي ماشي، هجيلك. سلام. ايه بيشرط علينا بيتأمر؟ ما انت السبب يا حلمي اصل انا فاهمك. لا اصل ولا فصل بقى، اقطم. الحوار ده لازم يخلص وبسرعه، اذا ما كانش عشانك عشان خاطر البت الغلبانه دي. بس المهم بقى ما تتصرفش من دماغك تاني. امين؟ ما تبصليش. امين؟ امين.